انا غادي نعاود لكم قصتي من الاول. ملي حملات بيا امي كانت باغا طيحني، حيت كانوا عندها 5 ديال الولاد وجوج البنات، وانا كان كيحسب ليها ولد. المهم ما خلات ما دارت باش طيحني من كرشها، ولكن ربي حماني وما وقع ليا والو. صافي ملي ولدات ماما قالوا ليها عندك بنت. هي فرحت بزاف وندمات على داكشي اللي كانت كدير. رباتني تربيه مزيانه وكانت حنينه فيا، وبابا كتر. كنت انا الصغيره في خوتي. ملي درت 6 سنين كنت مرضت، كان عندي التهاب في الكلاوي والحلق. نعسات بيا ماما في السبيطار مدة شهر في المدينة اللي كنا ساكنين فيها. المهم كانت تعذبات بزاف، وكانت كدير أي حاجة باش تخليني فرحانة. في هذيك الفترة نيت كانت اختي الكبيرة مخطوبة وقريبة دير العرس، وفي داك السبيطار اللي كنت فيه تعرفت امي على واحد النقافة، وهي نيت اللي نقفات اختي. صافي ملي خرجنا من السبيطار بشي سيمانة داروا العرس لاختي. ايوا داز سمودة واختي ولدات ولد، وكانت قريبه لينا. كانت كل عشيه كتجي عندنا للدار تجمع معنا وتمشي. ولكن راجلها كان ديما كيدير لي شي حوايج خايبين، كان كيبغي يتقرب مني. ديك الساعه كان في عمري 8 سنين وما كنفهمش بزاف. واحد النهار اختي جات عندنا وولدها وسخ حوايجو، عطاتني الساروت، قالت لي سيري جيبي لي الحوايج باش نبدل لولدي. وهذيك اللحظه فين غادي تبدل حياتي. ملي مشيت حليت الباب دخلت البيت النعاس، مشيت لماريو باش نجبد ليها الحوايج. راجل اختي كان في الصاله، انا ما شفتوش حيت اختي قالت لي راجلها خدام ما كاينش. المهم ملي حليت الماريو وهو يدخل عليا، صافي بقى كيهضر معايا وهو يشدني واغتصبني. وبطبيعه الحال ما فهمتش داكشي اللي دار، وهو يقول لي الا قلتي هادشي لشي واحد ولا لماماك راها غضربك وانا غندبحك. المهم خفت وما قدرش نقولها لماما. صافي بقيت خايفه بزاف، ما قلت لحتى شي واحد. وفاش كبرت ندمت ملي خبيت داكشي، كنت مازال صغيره وما عارفاش. صافي بقيت بحال هكاك حتى وصلت 12 عام في عمري، حتى بلغت وجاتني الدوره الشهريه. عاد بديت كنعرف البكاره وشحال من حاجه، حيت خلعتني ماما. قالت لي عندك تخلي شي واحد يقرب ليك، راه الا مشات ليك البكاره وما بقيتيش بنت راه حتى واحد ما غيتزوج بك، ويقدروا يذبحوك خوتك. وقالت لي بزاف ديال الحوايج. انا بديت كنتفكر داكشي اللي وقع ليا، وعاد فهمت. خفت بزاف وتعقدت وما بقيتش كنقرا. وليت منعزله على دارنا، وليت جالسه غير بوحدي. مرضت مرض نفسي، كنت غنحماق. وليت كنهضر غير بوحدي. حاولت ننتحر شحال من مره ولكن ما قدرتش. بديت كنكبر وما بقيتش كنقرا مزيان. وصلت للثالث اعدادي وما نجحتش وانا نخرج. بقيت غير في الدار، ديما ساد عليا البيت، ما نجمع ما نهضر. حدي ملي كتحط الماكله كناكل وكنرجع نسد عليا في البيت. ملي درت 18 عام بداو الخطاب كيجيو. جا شحال من واحد وانا كنرفض، حتى قالت لي ماما علاش ما بغيتيش تزوجي. قلت ليها ما بغيتش وما كنفكرش في الزواج. قالت لي والا ما بغيتيش تزوجي غادي ندخلك تعلمي شي صنعه. وبزز عليا دخلت كنتعلم. قلت على الاقل يمكن ننسى شي شويه. ايوا واحد النهار شرى لي بابا التليفون، وكانت اول مره درته. تبعني واحد ولد الحومه، قال لي عطيني النمره، بغيت نهضر معاك ونتعرف عليك. قلت لي لا بعد مني، ما بغيت نهضر ولا نتعرف. وصافي مشى. واحد النهار وهو يصوني عليا، جاوبت قلت لي شكون معايا. قال لي انا فلان. وقلت لي منين جبتي نمرتي. قال لي عطاتها لي صاحبتك. قلت لي عافاك، انا ما بغيت نهضر مع حتى شي واحد وانا كنكره الرجال. قال لي علاش اختي، ديما كنشوفك بوحدك، ديما كنشوفك مقلقه، عاودي لي نقدر نساعدك. قلت لي الا قلت ليك غتمشي وتقولها لخوتي، حيت انا هذاك الراجل اختي ما بقيتش كنحملو. ملي كيجي لدارنا كنخويها، وكنت باقا خايفه. داكشي علاش انا ترددت. ولكن هو صافي بقى عليا حتى قلت لي واخا، ولكن وعدني بقى هادشي سر بيناتنا. وهو وعدني باللي ما غيعاود لحتى شي واحد. صافي حكيت لي قصتي كلها. فاش سمع داكشي تعصب بزاف، قال لي غادي نمشي دابا نقتلو. قلت لي دابا اللي عطا الله عطاه، واختي راه ولدات معاه 3. صافي ربي هو اللي غياخد لي حقي منه. قال لي وانتي بعدا واش مشيتي للطبيب. قلت لي لا ما نقدرش، حيت ما عنديش الفلوس، واذا طلبتهم من دارنا اكيد غيسولوني علاش بغيتيهم. وهو يقول لي انا غادي نعطيك وسيري عند الطبيبه وعرفي شنو كاين. صافي مشيت عند الطبيبه.
دخلت قلباتني، قالت لي يا بنتي انت راكي مازال بكر، البكره ديالك راه مجموعه، حيت من النوع اللي كيتمدد ويرجع. صدمت وفي نفس الوقت فرحت، حسيت براسي عاد زاديت، وديك الساعه كان في عمري 20 عام. المهم شكرت هذاك السيد وقلت لي ما عمرني ننسى خيرك، ربي بوحدو اللي غادي يخلصك. ومن بعد هذاك السيد مشى لمدينه اخرى. ايوا انا صافي، من نهار سمعت ديك الهضره من الطبيبه تبدلت، وبديت كنتفتح بحال شي ورده. واخا داك راجل اختي كان ديما كيجبد لي السطع مع الدار، كيقول لهم راها كتمشي مع الدراري، ولكن الحمد لله ربي كان ديما واقف معايا، حيت دغيا كيعيقوا بي كيكذب عليهم. تصور واحد النهار ملي دخلت نتعلم الصنعه، جا قال لهم راه بنتكم كانت في الغابه مع واحد الدري، راه شافهم واحد السيد من عائلتي. قال لهم شافني، ولكن انا ما كنتش تما، كنت كنتعلم في الخياطه، وهو شاف بنت عمي حيت كانت كتشبه ليا بزاف. وراجل اختي عرفها بنت عمي، ولكن بالعالي بغى يقول لهم انا. قلت لبابا ماشي مشكل، نمشي انا عند هذا اللي قال لك شافني ونتواجه معاه. صافي داني بابا، قال لي لا لا ماشي بنتك، راها بنت خوك. قال لي بابا علاش الاخر كيقول باللي راك شفتي بنتي؟ قال لي لا، انا ما قلتش ليه بنتك. والحمد لله بابا من داك النهار عرفو كذاب، وبقى على هذاك الحال ديما يجي يكذب عليا. ولكن دارنا ما بقاوش كيتيقوا فيه الحمد لله. ايوا فاش درت 21 عام تعرفت على واحد الولد اللي هو اللي غيكون راجلي. بقينا كنهضروا غير في التليفون، صيفط لي التصاور ديالو وعجبني، وحتى انا صيفط ليه التصاور ديالي وعجبته. قال لي غنجي لداركم. المهم جا وخطبني، ماما وبابا فرحوا بزاف، وكمل علينا الله وتزوجت بيه. والحمد لله الليله الاولى اللي كنت خايفه منها بزاف دازت مزيانه، دازت بحال ما كان والو. سبحان الله، بحال عمر شي حاجه وقعت ليا، حيت صبرت وربي جازاني. والحمد لله دابا عندي وليد وعايشه بخير. وهذاك اللي كان باغي يدمرني وما خلانيش نعيش طفولتي، ربي ابتلاه بجميع الامراض، ولات فيه الضيقه، وكيتخنق الا ما كانش هاز معاه الرابوس، يقدر يموت وراه معذب في حياته. وانا الحمد لله مرتاحه، ربي كبير وعوضني على كل شيء. بغيت نقول لكم الى الانسان طرات لي شي حاجه وخلاها مدفونه في قلبه، عمرو ما كيرتاح، وكتبقى ديك الحاجه كيف الكابوس اللي ديما تابعه وكيأثر لي على حياته بزاف. داكشي باش خاص ديما الام تكون قريبه من بنتها وتكسب الثقه ديالها، وتبقى تسولها على الصغيره والكبيره، وتفهمها باللي اشنو موقع راه غادي توقف معاها وما غاديش تضربها ولا تعاقبها. ونفس المعامله نيت خاصة ديرها مع ولدها. كانت هذه قصتي، شكرا حيت سمعتوني حتى الاخر وخليتكم على خير.